السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. عملنا قبل كده في القناة وصفات متعددة لمائدة عيد الأضحى المبارك، والحمد لله نالت إعجابكم. واللي بيفرق إننا بنقول كل تركاية حتى لو كانت صغيرة علشان تعملوا الوصفة صح وبكل سهولة إن شاء الله. ويلا نبدأ وصفتنا ونصلي على الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا دلوقتي هنعمل الكتف الضاني، والكتف الضاني ده من الحاجات اللي هي محببة جدا لأغلبنا، لأن ده بيبقى الجزء اللي هو الجميل جدا بالنسبة للخروف. هنعمله النهاردة في صينية كده بالخضروات في الفرن، بس بطعم مميز وحلو جدا. أما عن وزن الكتف فهو عبارة عن كيلو ونص تقريبا. ويلا هنا في الكبة بتاعتي هضيف كبة صيني وكمان حبهان، وهبتدي ان انا افرمهم مع بعض كويس جدا لحد ما تفرم معايا. وفي اثناء الفتره دي اول ما اتاكد ان هو ناعم معايا جدا هبتدي ان انا اضيف البصله بتاعتي. انا هضيف بصله يا اما تكون كبيره يا اما بصلتين صغيرين. انا هبتدي ان انا اقطعها قطع صغيره كده مكعبات، وهبتدي ان انا احطها في الكبه واطحنهم كله مع بعض. عايزه البصل معايا يبتدي ان هو يتفرم معايا، يعني يشبه تقريبا كده يدخل في مرحله العصير، علشان عايزاه يتبل معايا كل جزء من اللحمه. كل ما بتفرمي البصل كويس جدا كل ما بيخلي اللحمه بتاعتك تتبل وتاخد الطعم كويس قوي منه. كده خلاص احنا فرمنا البصل بتاعنا مع التوابل بتاعتنا الجميله دي، بس هنضيف معاها كمان فلفل اسود، وكمان هنضيف معاها شويه زيت صغيرين لان الزيت بيسرع كمان من التتبيله بتاعتي. بصوا كده ده الكتف الضاني زي ما قلت لكم الوزن بتاعه تقريبا كيلو ونص. هو معمول فيه زي تشريحات كده خفيفه، التشريحات دي ببتدي ادخل فيها التتبيله كويس جدا واعمل لها زي عمليه مساج مع بعضها، وبعد كده اضيفها في علبه واغطيها كويس قوي علشان ما تتهواش مني، واحطها في التلاجة واسيبها لمدة 12 ساعة، ليلة كاملة تقريبا. عايزاها قبل كده شوية، ممكن 5 ساعات بس مش اقل من كده، عشان عندي اللحمة تبتدي تتبل وتاخد الطعم الجميل بتاع التوابل. بصوا بقى دوت الكرفس اللي هو الكرفس البلدي اللي احنا بنقول عليه. انا باخد بس الورق بتاعه، مش عايزة العيدان. هنا الورق بيبقى اقوى جدا في التتبيله وفي الطعم بتاعها، بيدي للحمه طعم مذاق كده ممتاز جدا. لو عرفتي الكرفس بيدي طعم قد ايه للفخده الضاني بيخليها جميله جدا، هتعمليها بيها على طول وتستمري على الوصفه دي. بصوا انا باخدها بس الورق وبشيل العيدان. العيدان دي على فكره ممكن تقطعيها قطع صغيره كده وتحطيها في كيس وفي الفريزر، وتستخدميها لما تيجي تسلقي مثلا فراخ او تسلقي لحمه تانية عايزه تستخدميها للشوربه. الحاجات دي بتدي طعم جميل جدا في السلق. انما عندك بالنسبه للكتف اللي احنا هنعمله، احنا هناخد الورق بس مش اكتر من كده. بصوا انا قطعته قطع صغيره، وهبتدي ان انا انقله في طبق تاني جانبي بالشكل ده. وخلاص كده خلصنا الكرفس بتاعنا. دلوقتي بقى الخضروات بتاعتي. بصوا كده ده الجزر انا مقطعاه بالطول، كل جزرايه متقطعه على 4 بس بالطول بالشكل ده، بتدي شكل جميل جدا وفي نفس الوقت بيبقى الطعم بتاعها بيبقى احلى. وهضيف كمان بسله. بتضيفي هنا في الوقت ده الخضروات بتاعتك اللي هي موجوده في الموسم. بصوا انا ضفت البسله، انا ضفت الجزر، الحاجات دي انا كنت مخزناها عندي في الفريزر، ضفت فاصوليا خضراء. بصوا هنا البصل، نصيحة مني البصل تحطيه بصل قوارمة صغير بالشكل ده، ده بيدي طعم خرافة جدا للصينية بتاعتنا. كام بصلاية كده صغيرة ونضفتهم وحطيتهم معاه. وهنا كمان بطاطساية متقطعة مكعبات كبيرة عشان البطاطس ما تتهريش معايا. برضو لو انت هتحطي كوسة، الكوسة برضو تبقى القطع بتاعتها تبقى كبيرة ما تبقاش صغيرة، لان خدي بالك الصينية بتاعتنا دي هتاخد لها ساعتين في الفرن، فلازم الحاجة بتاعتك تكون حجمها كبير شوية. الحاجة اللي هي هتاخد تسوية او ممكن ان هي تحس ان هي ممكن تستوي الاول زي البطاطس، زي الكوسة خليها التقطيعة بتاعتها كبيرة شوية. بصوا كده انا قطعت كده فصين بس كده من الثوم شرايح صغيره كده وحطيتها عليها، وحطيت كمان رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وتمام كده وحلو جدا. وهضيف كمان عندي فلفل اخضر، هقطعه قطع صغيره كده مكعبات صغيره واضيفه عليه كمان. عندك فلفل الوان برضو مفيش مشكله، هيدي طعم جميل جدا. كل ما يبقى في عندك تشكيله في الخضروات كل ما هيدي الطعم جميل قوي، بس خدي بالك ما تخليش الخضروات اكتر بكتير من قطع اللحمه اللي انت هتضيفيها او من الكتف اللي انت هتضيفيه، يعني تكون النسبه كده متساويه وحلوه. بصوا بقى ده عود كده من الروزماري، الروزماري ده برضو بيدي ريحة كده حلوة جدا في الصينية بتاعتنا. انا جبت الصينية بتاعتي وحطيت بقى ابتدي ارص فيها الخضروات اللي انا قلت لكم عليها. اعمل لها زي عملية فرشة كده او بفرش لها فرشة الاول قاعدة للكتف اللي احنا هنضيفه.
خلاص كده ببتدي ان انا اوسع له كده مكان شويه، واعمل حواف على الجنب بالخضروات، واسيب الجزء اللي هو في النص على قد الكتف اللي انا هضيفه. خدوا بالكم دي الطريقه انسب طريقه واشيك واجمل طريقه ممكن ان انت تعمليها للكتف. بصوا كده انا ببتدي ان انا احط الكتف الضاني بتاعنا بالشكل ده في النص، وحواليه الخضروات ومن تحتيه الخضروات. وكمان قطع اللحمه اللي هي كانت زياده معايا برضو هضيفها من الكتف، اللي هي القطعه اللي هي تكون متقطعه يعني. خدي بالك الصينيه دي بتبقى حلوه جدا جدا للعزومات، فعلا مشرفه جدا، هتشرفك قوي لو عملتي الطريقه دي. بصوا خلاص انا خلصت. هبتدي بقى عندي هنا هجيب كام فص كده من الثوم، بس هقطع كل فص من الثوم بالطول مش بالعرض. هقول لكم ليه دلوقتي حالا. بصوا هنا بقى هبتدي ان انا اعمل فتحات بالسكينه بتاعتي. شايفين الفتحات دي مهمه جدا، هبتدي الفتحات دي اخلصها، وكل فتحه هبتدي ان انا اعملها اضيف فيها فص من الثوم، نص فص الثوم اللي احنا عملناه. زي ما قلت لكم فص الثوم بنقسمه بالطول مش بالعرض، عشان يدي كمان الريحه بتاعته اكتر. بصوا ببتدي ان انا افرغ وابتدي ان انا اضيف صوص الثوم. والطريقه دي على فكره ممكن تعمليها برضو في الفخذ الضاني، مفيش اي مشكله. بس انا على اساس ان انا بقولك ان هو الكتف الضاني محبب عندنا كلنا، دايما بيبقى لحمه بيبقى اشهى بكتير عن الفخده. بص برضو كده من الجوانب انا ببتدي ان انا اضيف، اهم حاجه ان انا اخليها وسط اللحم، يعني من فوق من على الجناب مفيش مشكله، بس المهم ان هي تدخل جوه اللحمه بتاعتي عشان تديها الطعم الحلو قوي. شايفين انا بعمل ايه؟ بنفس الطريقه دي كده بالظبط. ودلوقتي فاضل لنا اخر جزء بالنسبه للصينيه بتاعتنا. هنستعمل هنا دبس الرمان. بصوا دبس الرمان ده بيدي طعم خطير جدا للكتف. بصوا انا ببتدي ان انا افتحها وانزل عليها على طول بالشكل ده، مش بستخدم فرشه او طبق ولا اي حاجه، لان هو بيبقى سميك جدا بيبقى تقيل قوي. فلما ابتدي ان انا انزله انا اللي بتحكم بقى في الكميه بتاعتي، عايزه كتير عايزه قليل، ما فيهاش اي صعوبه بالنسبه لي، لان الدبس بيبقى تقيل قوي معايا. بصوا ببتدي ان انا انزله بالشكل ده وارشه عليها من فوق على الكتف بس مش الخضروات. كده كده الخضروات هتاخد من الطعم بتاع الدبس، بس اهم حاجه انا بركز هنا على الكتف، علشان عايزاه في الاخر بعد كده هو اللي ياخد الطعم وهياخد اللون تحت الشوايه. بصوا هنا بقى معايا انا جبت البصل اللي انا كنت متبله بيه الكتف بتاعنا، وهبتدي ان انا ارشه على الخضروات بس، يعني حوالين الكتف بتاعنا. ويلا بقى دلوقتي نغطيه بالفويل علشان بقى نجهز الفرن بتاعتنا. احنا هنحطه في الفرن 250 درجة، هنسيبه من ساعة ونص لساعتين حسب ما يستوي معايا كل وقت والتاني. هفتح كده طرف صغير منه وهو في الفرن، وهتأكد ان هو استوى ولا لا بس بعد مرور ساعة ونص تقريبا. بصوا كده انا ابتديت ان انا اغلف الجزء بتاعه من فوق بالشكل ده، لازم اغطيه كويس قوي علشان الابخره اللي هي هتطلع منها او البخار اللي هو يطلع منه كله يتشرب مع بعضه وكله يستوي مع بعضه، من اللي هياخد بقى من ريحه الخضروات وهيبقى الطعم بتاعها بقول لكمش جميل قد ايه. ببتدي برضو ان انا افرد واحده كده من الفويل وهحطها عليها بالشكل ده، عشان زي ما قلت لكم هغلفها كلها. بصوا كده على قد ما اقدر اكتم عليه البخار بتاعه، وهاخد الفويل بتاعتنا من تحت واديها كده من فوق لفة، وكمان هاخد الجزء التاني واقفلها عليها بالشكل ده. خلاص اتأكدت ان هي اتقفلت. الفرن بتاعي مسخناه مسبقا طبعا، وانا بحضر كل ده بيبقى الفرن بتاعي بيبتدي يسخن. هنضيفه بقى في الفرن دلوقتي ونشوف بعد ساعتين هي شكله هيبقى عامل ازاي. بصوا في الفترة دي أثناء التسوية بعد ما وهنا بعد ما بتأكد إن خلاص الكتف بتاعي استوى تماما بقى جميل جدا، أشيل الفويل من عليه وأبتدي إن أنا أشغل الشواية بتاعتي لحد لما ياخد الدرجة الذهبي اللي انتوا شايفينها دي. الدبس طبعا بيساعد جدا ان هو يخلي الكتف ياخد الدرجة الجميلة دي، وكمان بيدي طعم خرافي. انا عايزاكم تجربوها فعلا هتعجبكم، من الحاجات اللي هي المشرفة جدا في العزومات.
اتمنى ان يكون الفيديو النهارده عجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين.